السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نعمل ريفيجن سريع على اللي داخل في امتحان الشهر اللي جاي. ربنا كده بيمن عليكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. أول سؤال بيقول أنا عندي ماتريكس 2 و 3 نيجاتيف 1 و 4 ونيجاتيف 7 و 6 وعايز 2A ترانسبوز. طيب ركز بقى كده، أنا إزاي هعرف أجيب ال 2A ترانسبوز؟ في الأول أجيب ال A ترانسبوز الأول، ان انا بقلب الرو بخليه كولوم. يعني اول رو اللي هو 2 و3 ونيجاتيف 1 اقلبه كده 2 و3 ونيجاتيف 1. السكند رو هيبقى 4 ونيجاتيف 7 و6. كده انا جبت الاي ترانسبوز. طب لما اجي اعمل اي ماتريكس دي ملتبلاي 2، امسك كل element ملتبلاي 2، يعني 2 تايم 2 و4 تايمز 2 و3 تايمز 2 ونيجاتيف 7 تايمز 2 ونيجاتيف 1 تايمز 2 و6 تايمز 2. فبقت بالشكل ده، يعني هتكون التشويس رقم سي. نشوف السؤال رقم نمبر 2. بيقول a zero matrix is the order 3 by 3. يبقى فيها كام element؟ طبيعي اي ماتريكس بقى او زيرو ايا كان هي كان شكلها عامل ازاي، انا عشان اجيب النمبر اوف element بمسك الاوردر ده اعمله ملتبلاي بعض. يعني 3 ملتبلاي 3 تبقى ايكوالز كام؟ 9. يعني تشويس رقم دي. نمبر 3 بيقول ايه؟ عندي ماتريكس بالشكل اللي قدامك ده وبيقول ان البي ايكوال ايه ترانسبوز. طيب ثانية واحدة نجيب البي. تعال نجيب الترانسبوز لماتريكس ايه. هتبقى 3 ونيجاتيف 2 و7 و5 ونيجاتيف 4 و2. طب هو عاوز ايه؟ هو عاوز A13 بلس B21. A13 يعني فيرست رو ثيرد كولم، ادي فيرست رو ثيرد كولم يعني 7. طب البي 21، بي 21 يعني سكند رو اول element اللي هي نيجاتيف 2. لما اعمل بقى ال 7 بلس نيجاتيف 2 هتبقى ايكوالز كام؟ ايكوالز 5. يعني تشويس رقم دي. السؤال اللي بعده نمبر 4 بيقول ال A هي سيمتريك وسكيو سيمتريك. طيب مبدئيا كده الماتريكس الوحيدة اللي هتكون سيمتريك وسكيو سيمتريك في نفس الوقت وانت مغمض هي الزيرو ماتريكس. تمام؟ ده حاجة كده لازم تحفظها لان مفيش غيرها يعني. يبقى الماتريكس الوحيدة اللي هتكون سيمتريك وسكيو سيمتريك هي الزيرو ماتريكس. نمبر 5 بيقول ان انا عندي 2x equals الشكل اللي اسف 2x بلس الماتريكس دي equal O. عايز x. طب انا هعمل ايه الاتي؟ هحلها كأني بحل ايكويشن عادي خالص. همسك الماتريكس دي اوديها السايد التاني باوبزيت ساين، فهكتب كده يبقى 2x equals هتبقى 2 و2 ونيجاتيف 4 و0. اعمل divided by 2، كل element فيهم divided 2 هتبقى 1 و1 ونيجاتيف 2 و0 اللي هي التشويس رقم دي. السؤال اللي بعده نمبر 6. عندي ماتريكس اتنين ماتريكس ايكوال لبعض وعايز الاكس. بس خد بالك بقى من حاجه لئيمه شويه. هو هنا قال ان الماتريكس دي ايكوالز دي ترانسبوز. يعني في الاول قبل ما تشتغل هتسيب دي زي ما هي، والسايد التاني هتجيب الترانسبوز يعني 4 و1 و5 و3. دلوقتي اقدر اقول ان 2x minus 1 equals كام؟ equals 5. يعني ال 2x equals 6 يبقى ال x equals 3. يعني choice رقم C. نمبر 7 بيقول ان ال A is diagonal matrix of order 3 times 3. ال A 3 1 equals 2x minus 8. عايز ال x. الزتونة هنا فين؟ الزتونة هنا في الكلمة دي ان هي diagonal. طب احنا عارفين اصلا يعني ايه diagonal؟ اقول لك. هي عبارة عن ماتريكس عادية خالص، الدايجونال بتاعها بيكون ارقام معرفهاش هسميها اي بي سي مثلا، لكن باقي الاليمنتس كلها تبقى زيروز. بعد كده اروح اشوف بقى هو فين الاوردر ده. A31 ده 31 ده ايه؟ اللي هو الاليمنت الموجود في الثيرد رو فيرست كولم اللي هو ده. طب انا عندي هنا ان هي زيرو، هو قال ان هي كام؟ هي 2x minus 8.
حل يبقى 2x equals 8 يبقى ال x equals 4 يعني التشويس رقم B. نمبر 8 بيقول عندي ماتريكس 5 ونيجاتيف 3 بلس 3 الماتريكس دي ترانسبوز يعني 1 ونيجاتيف 2 يعني 5 ونيجاتيف 3 بلس اعمل ملتبلاي 3 تبقى 3 ونيجاتيف 6 اعمل بلس عادي 5 بلس 3 تبقى 8 ونيجاتيف 3 بلس نيجاتيف 6 تبقى نيجاتيف 9 يعني التشويس رقم C. طب نشوف بقى نمبر 9 بيقول لي ايه. انا عندي ماتريكس A اوف اوردر 2 تايم 3 والماتريكس B اوف اوردر 3 تايمز 1 عايز الاوردر لمين؟ ل AB. احنا قبل كده قلنا عشان نجيب اوردر للتايمز نعمل ايه؟ هكتب كده والله ان ال A هي 2 تايم 3 وال B تبقى 3 تايمز 1. مادام دول زي بعض يبقى ده ينفع نعمل تايمز. طب الاوردر بتاع التايمز هما الاتنين اللي بره دول يبقى 2 تايمز 1. كده انت جبت لي اوردر A تايمز B اللي هي تشويس رقم B. نمبر 10 تقريبا نفس الفكرة. بيقول ال A هي ماتريكس اوف اوردر 2 تايمز 3 ال AB اوف اوردر 2 تايمز 2 عايز الماتريكس B. طيب بص يا سيدي احنا هنكتب كده هي A تايمز B equals 2 تايمز 2 اهي. الماتريكس A هيبقى 2 تايمز 3. طب الماتريكس B بقى انا عارف ان الرقمين اللي جوه بيكونوا زي بعض يعني برضو دي 3 تايمز. ركز بقى الاوردر ده بتاعت الفاينل انسر المفروض هما الرقمين اللي بره يعني دي 2 زي دي بالظبط يبقى هنا زي مين؟ زي ال2 التانية بالظبط. الله ينور عليك اهي. وبالتالي الاوردر اوف ماتريكس بي تبقى كام؟ هقول له 3 تايمز 2 اللي هي تشويس رقم سي. نمبر 11 بيقول ان الماتريكس دي ودي ايكوالز اي. ثانية واحدة بقى هما دول تايمز بعض. طب التايم بيتعمل ازاي؟ بنمسك الرو ملتبلاي الكولم يعني بعمل كده 4 تايمز 1 بلس 1 تايمز نيجاتيف 3 4 تايمز نيجاتيف 1 بلس 1 تايمز اكس. بعد كده الرو التاني يبقى 3 تايمز 1 و1 تايمز نيجاتيف 3 و3 تايمز نيجاتيف 1 و1 تايمز اكس. هنظبطها بس كالكوليت الكلام ده يبقى 1 وهنا 0 ودي نيجاتيف 4 بلس اكس ودي نيجاتيف 3 بلس اكس. هو قال كل ده ايكوالز اي. الاي اللي هي اليونت ماتريكس اللي هي 1 و0 و0 1. قدامك اوبشنين والاتنين صح. يا اما نخلي ده ايكوال الزيرو يا اما نخلي ده ايكوال ال1 والاتنين هيطلعوا نفس الفاينل انسر. طب لو قلنا نيجاتيف 4 بلس اكس ايكوال 0 هيبقى الاكس ايكوالز 4 يعني تشويس رقم سي. نمبر 12 بيقول عندي ماتريكس A2 نيجاتيف 1 4 ونيجاتيف 2 عايز ال A سكويرد. قلنا برضو كلمة A سكويرد مش معناها كل element باور 2. لا معناها ان الماتريكس دي هعملها تايمز نفسها. يلا نمسك بقى الرو ملتبلاي كولم تبقى 2 تايمز 2 ونيجاتيف 1 تايمز 4 2 تايمز نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 تايمز 2 تايمز نيجاتيف 2 سوري و4 تايمز 2 ونيجاتيف 2 تايمز 4 و4 تايمز نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2. هتبقى هنا 0 وهنا 0 و0 وبرضه 0 يعني 0 ماتريكس بس اوف اوردر كام؟ 2 تايمز 2 يعني تشويس رقم دي. نمبر 13 بيقول لي هي عندي x is a matrix such that maybe اللي هو الكلام ده. انا احب افسر واحده واحده. انا عندي دلوقتي في ماتريكس اسمها x اتعملت ملتبلاي دي 1 و 2 طلعت 1 و 2. بص انا هفكر ازاي. انا عندي مشكله ان انا ما اعرفش ماتريكس x دي اصلا الاوردر بتاعها كام. بس في حاجه مهمه خدت بالي منها ان في ماتريكس اتعملت ملتبلاي واحده تانية اسمها 1 و 2 فطلعت هي بالظبط نفس الماتريكس. يبقى مع كده هي ما اتغيرتش. وبالتالي انا هفكر مين الحاجه الوحيده اللي لما تتعمل ملتبلاي اي حاجه في الدنيا تفضل زي ما هي اليونت ماتريكس. يعني الاكس دي لازم يبقى شكلها يونت ماتريكس اللي هي الدايجونال 1 والباقي كله زيروهات يعني تشويس رقم بي وبدون اي ستيبس خالص.
تمام كده؟ طيب نركز في اللي بعده. نمبر 14 بيقول لك ايه؟ عندي determinant equals determinant تاني. الdeterminant ما ينفعش اقول ان الاكس سكويرد مثلا هنا equal 2 وال4 لا لا لا، الكلام ده مش صح، مش زي الماتريكس خالص. لكن المفروض نعمل ايه؟ نروح نجيب الفاليو اوف determinant. يعني ده ملتبلاي ده يبقى 2x سكويرد ماينس ده ملتبلاي ده تبقى 32 equals الفاليو بتاعت التاني ده ملتبلاي ده 12 ماينس ده ملتبلاي ده يعني 12 برضه. يعني 2x سكويرد ماينس 32 equal 0. يبقى 2x سكويرد equal 32. يعني الاكس سكويرد equal 16. يعني الاكس equal positive or negative square root يعني 4. يعني التشويس رقم دي. نفس الفكرة تاني بس بلس. برضو هقول نفس الفكرة. أنا في الديترمنت غير الماتريكس لازم أجيب الفاليو اوف ديترمنت. x times x x سكويرد ماينس 2 times نيجاتيف 1 هتبقى نيجاتيف 2. فنيجاتيف نيجاتيف تقلب بوزيتيف بلس x times 1 x minus 1 times 6 هتبقى 6 equal نيجاتيف 2. لما نظبطها دايما متفقين ان اي equation في الدنيا فيها different powers لازم نخليها equal 0. يعني x squared plus x minus 2 equal 0. calculate دي على مود 5 3 هتطلع مع حضرتك ال x equal 2 وال x equal negative 1. يعني choice رقم C. السؤال اللي بعده مديني determinant 3 by 3 وعايز اجيب الفاليو بتاعته. في حاجة كده بتسهل عليك الدنيا كلها، ان انت لو خدت بالك ان determinant triangular form يعني في عندي الارقام اللي فوق البرنسبل دايجونال كلهم زيروز او اللي تحتهم كلهم زيروز. ممكن نبسط الدنيا ازاي؟ بعمل ده ملتبلاي ده ملتبلاي ده. يعني 2 تايم 4 تايمز 5 هتطلع لحضرتك 40. يعني التشويس رقم B. نمبر 17 برضو determinant نفك. كوسيك تايمز كوسيك تبقى كوسيك سكويرد ماينس كوتان تايمز كوتان كوتان سكويرد. دي واحدة من الايدنتيتيز المفروض انت حافظها في التريجنومتري اللي هي ايكوالز كام؟ اللي هي ايكوالز 1. طب مش فاكرها؟ تعالى افكرك. الرول كان بيقول لحضرتك ان ال1 بلس كوتان سكويرد يديك كوسيك سكويرد، ده الرول نفسه. فلو جبنا الكوتان سكويرد هنا بعكس الساين هيبقى الكوسيك سكويرد ماينس كوتان سكويرد هتكون ايكوالز كام؟ 1. يعني التشويس رقم A. نمبر 18 برضه هنفك الديترمنت I to power 3 times I يبقى I to power 4 minus I times I تبقى I squared. simplify I to power 4 يعني 1 minus I to I squared يعني negative 1. 1 minus negative 1 equals كام؟ equals 2. يعني choice رقم B. number 19 هيبدأ بقى ندخلنا في التريجنومتري. sin squared plus cosine squared plus cotangent squared. طب ركز، ده الرول ده أهم رول في حياتك. دول ساين سكويرد بلس كوزاين سكويرد يعني 1. طب 1 بلس كوتان سكويرد لسه قايل لك ان ال 1 بلس كوتان سكويرد يديني كوسيك سكويرد. يعني تشويس رقم سي. نمبر 20 بيديني براكت سكويرد وعايزين افكه اعمل له سمبليفاي. حاضر. اي براكت في الدنيا سكويرد يبقى فيرست باور 2 بلس سكند باور 2 بلس 2 تايم فيرست تايم سكند يعني 2 ساين ثيتا كوزاين ثيتا. في الاخر نيجاتيف 2 ساين كوساين. حضرتك لو لقيت دول نفس الترم بالظبط، واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف، ممكن نكنسلهم كده عادي خالص. هيتفضل معانا ايه؟ هيتفضل معانا ساين سكويرد بلس كوساين سكويرد اللي هي ايكوالز كام؟ 1. يعني تشويس رقم A. نمبر 2 عايز الجنرال سوليوشن للايكويشن دي. حاضر، بس في الاول لازم تعمل سمبليفاي. يعني ايه؟ يعني عندي 90 ماينس دي فيرست كوادرنت. قلنا في 3 حاجات بنعملها. اول حاجه دي وحشه فتقلب الكوتان تبقى تان. وركز بقى، الكوتان في الفيرست بوزيتيف.
دلوقتي أقدر أقول ودي 3 الناحية التانية تبقى tan ثيتا equal root 3 over 3. خد بالك في الجنرال سوليوشن لما تكون الإيكويشن فيها tan بنجيب الأنجل الصغيرة بس، يعني اعمل شيفت tan لدي هتطلع الثيتا ب 30. هيبقى الجنرال سوليوشن هاخد ال 30 دي بلس 180 n. ممكن نكتبها كده، ممكن نكتبها بالباي، يعني باي اوفر 6 بلس باي n اللي هي تشويس رقم B. نمبر 22 دي فكرة مهمة جدا، يربط لك التريج ايدنتيتي مع الايكويشنز. بمعنى هو مديك ان تان ثيتا ايكوال 3 وهو عايز السيك سكويرد، روح بقى فكر في رول يربط التان بالسيك. هو رول واحد عندنا ان ال1 بلس تان سكويرد ايكوالز سيك سكويرد. سبستيتيوت ده في الايكويشن، يعني 1 بلس تان ثيتا ب 3 بس باور 2. كالكوليت دي يبقى سيك سكويرد ايكوالز 10، يعني تشويس رقم دي. السؤال اللي بعده 23 بيقول ان انا عندي right angled triangle at B، يعني الانجل دي B، ال AC equals 12، انجل C ب 35، عايز ال AB. طب بالراحة، ال AB with respect to 35 هو opposite وال AC hypotenuse. طب مين في التريك فانكشن بيشتغل بالopposite والhypotenuse؟ هتقولي ساين، فقوم كاتب ان ساين 35 equals opposite معرفوش over 12 دي over 1 واعمل كروس. هيبقى ال AB هتبقى 12 times sin 35. نجيب بقى الكالكليتر كده ونقول له 12 times sin 35 هتطلع لحضراتكم 6 approximately، يعني 6.7 6.9 6.9 يعني تشويس رقم B. نمبر 24 قلبني جيومتري. فيكتور A 3 ونيجاتيف 2، فيكتور B 7 1، عايز الماجنتيود ل A plus 2B. طيب بالراحة كده الأول هنجيب A plus 2B عشان نعرف نجيب النور. ادي A 2B يعني الفيكتور B ده multiply 2 هتبقى 14 و2 plus 3 plus 14 تبقى equal 17 ونيجاتيف 2 plus 2 هتبقى 0. نجيب بقى النور أو الماجنتيود، يعني روت 17 سكويرد بلس 0 سكويرد equals 17، يعني التشويس رقم دي. السؤال اللي بعده رقم 25 بيقول إن ال AB فيكتور هو 2i plus j وال B equal 3 ونيجاتيف 1، عايز ايه؟ هفكر كده. الفيكتور AB هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن B minus A. ال AB فيكتور هو 2 و 1، ال B هو اداها لك ب 3 ونيجاتيف 1 ماينس ال A احنا مش عارفينها. مادام ال A قدامها نيجاتيف عشان ما تلخبطش نفسك وديها السايد التاني ودخل دي مكانها. هيبقى ال A 3 ونيجاتيف 1 ماينس 2 1 هتبقى 3 ماينس 2 ونيجاتيف 1 ماينس 1 هتبقى 1 ونيجاتيف 2، يعني تشويس رقم A. نمبر 26 بيقول لك ال A كذا ال B كذا، نورم ال AB equals 4. ركز، بدل ما اداك ماجنتيود لازم تجيب الفيكتور الأول، يعني B minus A يعني نيجاتيف 1 و M minus 3 و 5. نيجاتيف 1 minus 3 يعني نيجاتيف 4 و M minus 5. هو بقى بيقول لك ايه؟ ان النورم ده equals 4. طب ازاي بنجيب النورم او الماجنتيود؟ هيبقى روت x سكويرد بلس y سكويرد، كل ده equals 4. ركز، هتبقى هنا 16 بلس m minus 5 سكويرد، الروت ده الناحية التانية يبقى باور 2، يبقى 4 باور 2 equals 16. طب وادي 16 السايد التاني يبقى m minus 5 سكويرد equals 16 minus 16 يبقى 0. اعمل سكوير روت يبقى ال m minus 5 equals 0، يبقى ال m equals 5، يعني تشويس رقم B.
نمبر 27 بيقول عايز ال value of k اللي هيخليهم هما الاتنين parallel لبعض. أي two vectors في الدنيا لما يكونوا parallel يبقى ال y over x equals y over x بالcross multiplication تطلع ال k equal negative 30 يعني التشويس رقم A. السؤال اللي بعده رقم 28 بيقول ال two vectors دول هما الاتنين perpendicular. ماشي، يبقى ال y over x times ال y over x equals negative 1. وادي دي هناك بالتايمز يبقى 2 over k هتكون equals 2. بالكروس هتطلع ال k equals 1 يعني التشويس رقم A. السؤال اللي بعده رقم 29 بيقول برضه معايا 2 vectors A و B وفي فيكتور تالت اسمه M. بيقول إن ال M perpendicular على ال AB. طب في الأول هروح أجيب فيكتور AB يعني B minus A يعني 1 minus 3 ونيجاتيف 1 minus نيجاتيف 5. نيجاتيف 1 minus نيجاتيف 5 يعني 4. دلوقتي بقى مادام هما الاتنين perpendicular هروح أعمل كده، يبقى ركز ال y over x times ال y over x equals negative 1. وادنا هناك بالديفايد هيبقى 6 over k equals هتكون equals half. بالكروس هتطلع ال k equals 12 يعني choice رقم B. Number 30 all the following are unit vectors except A. كلهم unit vector ما عدا مين؟ طب أصلا فاكر يعني unit vector؟ يعني هو فيكتور الماجنتيود بتاعته equal 1. فتعالى لازم هجرب كل واحدة من التشويسز أجيب لها ماجنتيود. طلعت 1 تبقى اسمها يونت فيكتور، طب ما طلعتش 1 يبقى مش يونت فيكتور. كل ماجنتيود يعني ايه؟ يعني روت اكس سكويرد بلس واي سكويرد. لو جربت اول تشويس هيطلع يونت فيكتور، تاني تشويس هيطلع يونت فيكتور، اخر تشويس هيطلع يونت فيكتور. لكن لو جربت ده روت 1 سكويرد بلس 1 سكويرد مش هيطلع 1، يبقى ده مش يونت فيكتور. يبقى هي تشويس رقم سي. نمبر 31 31 احنا اتفقنا اتفاق في الشكل ده من السؤال. الكي دي ركز معاها هي جوه ولا بره. لو جوه الماجنتيود يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف، لو بره لازم بوزيتيف بس. يعني اكنك بالظبط بتكنسل فيكتور A مع فيكتور A. الكي دي جوه الماجنتيود فقوم كاتب والله ان 2k equal positive or negative 12 يعني الكي ودي ال 2 هناك بالديفايدد تبقى positive or negative 6 يعني التشويس رقم B. السؤال اللي بعده ده مديني رسمة فيكتور A وعايز الفيكتور A نفسه. طب الشكل اللي قدامي ده عبارة عن ايه؟ هو مديك الماجنتيود هنا ب4 ومديك الانجل with positive x axis ب30. يعني من الاخر كده البولار فورم بتاعتك هتبقى النورم او الماجنتيود ب4 والانجل ب30. هو عايزها الجبريك فورم او كارتيزيان فورم. هحولها هتبقى 4 كوساين 30 و4 ساين 30. وركز وانت بتفك البولار فورم للكارتيزيان فورم، الاولى كوساين والتانية ساين، مش اوبشنال براحتنا، لا الاولى دايما كوساين والتانية ساين. احسب هتطلع 2 روت 3 و2 يعني التشويس رقم سي. نمبر 33 مديني فيكتور ام وعايز البولار فورم. طب 12 ونيجاتيف 12 ده كده شكل الفيكتور ام، يعني ده اكس وده واي. بطريقة بسيطة هتتكالكليتر اعمل شيفت بلس هيطلع لك كلمة بولار، اديله الاكس ومين والواي نيجاتيف 12 وندوس بس ايكوال كده طلعت بالشكل ده. طب اولا قلنا في البولار فورم لو الانجل طلعت بالنيجاتيف يعني هي طالعه لك نيجاتيف 45 اعملها بلس ل 360 هتبقى 315. 315 دي اللي هي ايه؟ قال لك اللي هي عشان تحولها بالباي هتعملها تايمز باي اوفر 180 او ديفايدد 180 والزق لها باي فتطلع لسيادتك
ب 7 باي اوفر 4. ده مشكلة الانجل. طب مشكلة بقى الار نفسها، قال لك الار نفسها ممكن تدوس انسر وايكوال، انسر وايكوال، هتطلع لك الار ب 12 روت 2. كده انت جبت الماجنتيود وجبت الانجل. يبقى ركز في المشكلتين بتوع البولر. لو انجل بالنيجاتيف اعملها بلس 360. لو الار فيها ديسمال، الماجنتيود يعني ديسمال، دوس على زرار الانسر وايكوال. يبقى هنا 12 روت 2 و7 باي اوفر 4 اللي هي تشويس رقم بي. نمبر 34 بيقول الام ميد بوينت اوف اكس واي، يعني انا عندي هنا اكس واي والام دي ميد بوينت، يعني الاثنين دول قد بعض. هو عاوز ايه؟ هو عاوز الفيكتور اكس ام بلس الفيكتور واي ام. اي two vectors equal in magnitude opposite in direction، equal في الماجنتيود opposite in direction، يبقى الصم بتاعهم equal 0. اللي بعده قايل لي الفيكتور اي بي بلس الفيكتور اي سي equals قد ايه من اي اي. طب بالراحه، فيكتور اي بي بلس فيكتور اي سي هما تو فيكتورز خرجوا من نفس البوينت في الترانجل الكبير اللي هو الاي بي سي. فاقدر اقول دلوقتي ان الاي بي بلس اي سي هيديني 2 اي دي. طب ركز بقى عشان نفهم نوصل ايه علاقة الاي دي بالاي اي. قال لي سهلة، الاي هنا ميد بوينت، يعني الاي دي ده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن 2 اي دي اي اي. بس انت خد بالك ال 2 اي دي مكان مين؟ مكان ده. يعني لو شلنا الاي دي وحطينا 2 اي اي هتبقى 2 ملتبلاي 2 بكام؟ 4 اهي. يعني تشويس رقم سي. اللي بعده هو بيقول لك في عندك باراليلوجرام. حاضر، ادي باراليلوجرام اسمه A B C D. بيقول ان ال AC intersect ال BD at M. هو عاوز AB plus AD. AB اهو plus AD اهو. اي تو سايد في الباراليلوجرام وانت مغمض هتديني الدايجونال اللي هو ال AC. طب هل ال AC موجودة في التشويسز؟ لا. فتروح ممكن تفك ال AC ده بحاجتين، يا اما 2AM او 2MC. خد بالك لازم تاخد نفس الدايركشن. دور هتلاقي تشويس رقم سي. نمبر 37 مديني A و B وعايز الميد بوينت. طيب حاضر، هقول له والله كده يبقى الميد بوينت x plus x over 2 ال y plus ال y over 2. يعني هتبقى هنا 4 تبقى 2 ودي 5، يعني 2 5، يعني تشويس رقم B. نمبر 38 مديني تراينجل ABC ومديني 3 بوينت، عايز الانترسكشن بوينت اوف ميديانز. الانترسكشن بوينت اوف ميديانز ركز ساعات بيسميها سنترويد. طب بجيبها ازاي؟ بمسك التلات اكسات بلس بعض اوفر 3، يعني 3 بلس 7 بلس 2، والتلات وايات بلس بعض اوفر 3، يعني 5 بلس 10 بلس 3 اوفر 3. هتطلع معاك 4 و 6. تشويس رقم A. نمبر 39 بيقول عايز ال coordinate of point C which divide AB internally in the ratio 1 to 2. قلنا هنا بنعمل كام سيركل؟ 3. أول حاجة الأوردر AB، أدي A وأدي B، ونحط السي في النص مرتين. البوينت A 5 ونيجاتيف 6، البوينت B نيجاتيف 1 و 3، الريشيو 1 و 2، وهو قال internally خلاص بوزيتيف، واعمل كروس كده. يبقى ادي 3 حاجات، اوردر اي بي، الريشيو، وهي internally. هيبقى البوينت سي هتبقى 2 ملتبلاي البوينت A فتبقى 10 ونيجاتيف 12، ال1 ملتبلاي البوينت B تبقى نيجاتيف 1 و 3 اوفر السم بتاعه.
هنعمل plus الأول، يبقى 10 plus -1 وnegative 12 plus 3 فتطلع 3 وnegative 3 اللي هي choice رقم D. حاولنا بقدر الإمكان نفكرك باللي عدى ده كده اللي داخل في امتحان الشهر. نسأل كده ربنا إن شاء الله يرزقك التوفيق والنجاح إن شاء ربنا. نشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم.